خواتي الحبيبات، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في بيت الأمل. إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال. اليوم راح نشارك معكم طريقة خياطة منظم للتليكوموند أو الريموت كنترول وأشياء أخرى تحبي تكون قريبة منك في غرفة الجلوس. بعد ما كنت سبق لي وتكلمت لكم على الفكرة، بعد ما شاركتكم طريقتي في تغيير ديكور الصالون بخياطة تاع غطاء للفوتوي مع هاد لي جوتي. قلت لكم بلي البقايا تاع القماش راح ندير بها منظم تاع لي تيليكوموند. طلبتوا مني تشوفوا الطريقه، اليوم ان شاء الله راح نشاركها معكم بالتفصيل. هذا هو المنظم، ولكن هو ما يجيش من الجهه هذه. المفروض هذه الجهه اللي فيها لي تيليكوموند تجي من الخلف، والجهه هذه اللي ما فيها حتى شيء هي اللي تجي من الداخل تاع الفوتي. وتقدري ديريها حتى اطول من هكذا باش تدخل لك للداخل. انا راح نعطيك القياسات بحيث تجيك اطول من هكذا. انا اكتفيت بهذا الطول لانه هذا القطعه اللي بقات لي تاع القماش. ومن الخلف درت لها اللون الموحد مكرر، هذا القماش نفسه تاع لي دغا تاع دراوات في اللون الموحد روج بريك، وفي الملون هذا اللي فيه لي بابيون هذو. عندي هنا زوج قطع قماش، كل وحده فيها 75 سنتيمتر طول و40 سنتيمتر عرض. انا هنا راهي قطعه واحده، يعني متر ونص على 40 سنتيمتر. راني نخدم منها في الجهه هذه باش تبان لكم. القطعتين حطيتهم في زوج، ومن بعد هزيت القياس تاع طول لي تيليكوموند، يعني بحيث كي ندخلهم يبقاو شويه خارجين نعرفوا وين هي التيليكوموند اللي راهي محطوطه فيه هذاك الجيب. ورايحه نجيب زوج قطع قماش فوق بعضهم من هذا القماش الأوني اللي اللون موحد روج بريك. درت زوج فوق بعضهم باش يجيني الجيب تاعي شويه خشين، يعني موش كي نحط فيه لي تيليكوموند يجي حابط هكذا ما يجيش شكله مليح. عنده 50 سنتيمتر اللي هي العفو 40 سنتيمتر اللي هي العرض تاع القماش تاعي، و20 سنتيمتر اللي هي الطول تاع لي تيليكوموند. باش هكذا طلبتوا مني القياسات بزاف. رايحه نخيط حاشيه رقيقه بالماشينه، يعني بحيث هذا الجيب من بعد يكون الشكل تاعو. وكما راكي تشوفي لصقته هنا بلي زيبانغل باش نبين لك هذا الجيب. تقدري حتى ديري زوج جيوب اخرى اذا كنتي حابه تكون عندك اشياء اخرى بزاف. زيدي طول تاع القماش وكثري الجيوب. انا رايحه نعاود نحي لي زيبانغل، نحي هذه القطعه تاع القماش او بالاحرى زوج اللي راهم فوق بعضهم. رايحه ندير لهم خياطه من الفوق كما راكي تشوفي هنا. يعني ندير لها لا فينيسيون تاعها دركا قبل ما نكمل الخطوات الاخرى. هذه هي الفكره اللي راني نقول لكم عليها. ندير لها الحاشيه تاعها الخياطه اللي تجي من فوق. ديري حساب الزيادات تاع دائما تاع 1 سنتيمتر للخياطات. ومن بعد ما ندير هذه الحاشيه نخيطها كامله، نعاود نلصق هذه القطعه بلي زيبانغل ونشرح لكم الخطوه المواليه بالتفصيل. نتمنى برك ان شاء الله تركزوا معايا مليح باش تفهموا. هذه هي القطعه، عاودت لصقتها بلي زيبانغ او بالدبابيس كيما راكي تشوفي. ما يهمش هذه الحاشيه تكون على برا ولا لداخل، عادي. من بعد الجهه اللي تحسي بلي ضروري تكون عليها تقلبيها. القماش راهو على وجهه العادي ماهوش الوجه الدخلاني. ودرت الدبابيس ساير داير في الجوانب. يعني انا لانه عندي قطعه واحده طويله رايحه نقلب القماش تاعي ونبدا نخيط. نفس الشيء تي اذا كان عندك زوج قطع، عاودي قلبي القماش تاعك بحيث الوجه تاع القماش تاع القطعه اللي من الفوق والوجه تاع القطعه اللي من تحت هما اللي يكونوا لداخل، وتخيطي. ومن بعد رايحه نخيط خياطات هنا. بعد ما نقلب كيما راني نقول لك هنا، رايحه نخيط ساير داير كاني نغلق هذا الحواشي كامل. وكما راكي تشوفي راني محافظه على لي زيبانغل في نفس الوقت. هذا ولا لداخل هذاك الجيب اللي رايحه نخيطو. ندير خياطه كامله حتى الجهه العلويه، نخيط منها شويه ونخلي فتحه باش نقدر نقلب هذا الكيس هذا اذا صح تعبيره، ولا عندي شغل كيس نقلبه بعد ما نخيط. شوفي هنا الخياطه
بديت من جهة ونكمل. رايحة نلقى الجيب هذا لوج بريك اللي راهو لداخل. لي زيبانغل برك يكونوا ماهمش في الحاشية باش نقدر نخيط، ونكمل الخياطة تاعي عادي ساير داير هكذا باش نثبت هذه القطعة اللي فيها الجيوب من الاول مع البداية باش تجيني الخدمة تاعي مفينية. كملت الخياطات وخليت انا هذه الفتحة صغيرة برك، تقدري تخلي واحدة اكبر اذا كنت يعني مبتدئة. انا باش من بعد ما يبقاليش الفراغ بزاف، ونبدا نقلب الخدمة تاعي كاملة على وجهها. اذا حسيتي بلي الكوان ولا الزاويه عندك ما داتش الشكل كما ينبغي، ساعيني بالمقص هكذا ولا باي حاجه. دخليها في الزاويه باش تدي الشكل تاعها، ولا حتى في الزوايا الاربعه. ونكمل نقلب العمل تاعي كله باش يولي وجه القماش هو اللي على برا، والوجه الدخلاني يبقى الداخل هكذا كما راكي تشوفي. وهذيك الحاشيه نعاود ندورها على الجهه اللي من هيه سهل هكذا. ولا عندي اهم جزء في المنظم تاعي جاهز كما راكي تشوفي هكذا. تقدري ديريه حتى في غرف الاطفال في الكنابي تاعهم. راح ندير له خياطه من فوق دركا ساير داير تماما كما اللي درتها في المخاد. يعني اذا كنتي شفتي الطريقه اللي درتها في مخاد تاع الصالون، واللي مازال ما شافتش راح نخلي رابط في اول تعليق باش هكذا تزيدي تشوفوا خطوات تاع الخياطه بالتفصيل. رايح نزيد نغلق هذه الفتحه ثاني اثناء الخياطه اللي راح نديرها من فوق. وهذا هو الشكل تاع المنظم تاعي. دركا واش راني درت هنا، جبت لي تيليكوموند ولا تابلت ولا اي حاجه رايح نحطها، رايح ندي القياسات تاعهم. واذا حبيتي ديري قياسات عشوائيه يعني اي حاجه تدخل معليش، راح ندير قياسات ونرسم خطوط اللي رايحه نتبعها من بعد بالخياطه عادي جدا. شوفي واش رايحه تحطيتي في المنظم تاعك. يصلح هو للكتب، يصلح للمجلات، يصلح للجريده اذا كان مازال ما راكي تقراي في الجريده تقدري تحطيها. الالعاب تاع الاطفال متعدد الاستعمالات، هذا المبدا نفسه يعني وانت تقدري ديري به حوايج بزاف. تقدري حتى ديري جيب الفوق وديري فيه كما قلت لك كتب مجلات اي حاجه تحبي تحطيها. رايحه نبدا انا نخيط بالجزء، يعني القيس تاع تيليكوموند وحده ولا تاع التابلت، ونخيط خياطه الاولى باش من بعد ما يجينيش فراغ كبير بين يعني لي تيليكوموند ماذا بيا ما يبقاوش يتحركوا بزاف. ندير القياسات هكذا بقطعه تاع طباشير. ولا هذه يعني اذا كنتي مبتدئه ولا حتى عينك ميزانك تقدري تشوفي وتخيطي. من الاحسن دائما تاخذي القياسات باش تكون العمل تاعك متقن. تكملي هكذا بهذه الطريقه، او يعني ترسمي القياسات تاعك كامله وتروحي تخيطي خياطات، او تحطي بالقطعه تاخذي الكيل تاعها تخيطي الخياطه الاولى. هنا حطيت التابلت خيطت خياطه الجيب تاع التابلت كملته، عاودت حطيت التيليكوموند ورايحه نرسم خط ونزيد نخيط. بهذه الطريقه تضمني بانه الجيب ما يجيك صغير على التيليكوموند تاعك، ما يجيك كبير بزاف يعني الا اذا كنتي ما كيش حابه يعني كنتي حاجه ستوندار تصلح لعده اشياء هذيك حاجه اخرى. انا ماذا بيا يكون القياسات. شوفي كل تيليكوموند درت لها القياس تاعها وبقى لي يجيب فيه اقلام ولا كيما قلت لك اي حاجه تحبي تحطيها هنا. هذه هي الوضعيه تاعو السليمه صحيحه في الجهه يعني البرانيه تاع الفوتي. نفس الفكرة تقدري ديريها في غرفة تاع الأطفال. القياسات عطيتها لك بالتفصيل. نتمنى إن شاء الله تكوني استفدتي من هذه الفكرة. نشكركم بزاف 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 على التعليقات الجميلة اللي خليتوها لي بعد ما شاركتكم طريقة خياطة غلاف أو الصالون ككل يعني مع الفوتاي والمخاد. قلتوا لي بلاكم حابين هذه الافكار بزاف، شجعوني بلي لايك وان شاء الله يكون المزيد من الافكار من بقايا القماش ومن اشياء اخرى مفيده مع فصل الصيف ان شاء الله. ما تنسوش لي لايك بارطاجيو هذه الافكار مع احبابكم واصدقائكم. مرحبا بكم، سلام عليكم ورحمه الله.